السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منذ قليل أعلن الناطق الرسمي سعيد أمجدي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه على إثر تداول بلاغ كاذب يزعم عقد مجلس الحكومة الاجتماعي يومه الأحد 1 نوفمبر 2020 خصصت أشغاله للمصادقة على إعادة الحظر الصحي الشامل بكافة ربوع المملكة لمواجهة وباء كورونا كوفيد-19 ابتداء من يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، وبناء على هذا البلاغ الصادر يومه عن رئاسة الحكومة التي كذبت بمقتضاه ما تضمنه البلاغ المزعوم، فقد تم تكليف الفرقة الوطني للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث حول ظروف وملابسات صدور وتداول البلاغ الكاذب المذكور لترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث، وحرر بالنيابة العامة بتاريخ 1 نوفمبر 2020. وكما قلت في الفيديو السابق أنه ما عندها حتى معنى ما تحركش السلطات، خصوصا أن خبر بحال هذا اللي كان متطور جدا في استعمال اسم رئيس الحكومة واللوغو ديال رئاسة الحكومة والأكثر من ذلك إمضاء رئيس الحكومة، يعني ما على المواطن العادي إلا أنه يتيق بحال هذا الخبر. وحنا كنعرفوا مصالح ديال الناس راها كتضيع، خصوصا أن خبر بحال هذا كيربي الهلع، يعني اللي مسافر غادي يرجع لدارو بسرعة، واخا عنده عمل واخا عنده مجموعة ديال الأمور اللي ما قديش يتقدي راه يمشي عاوتاني يتربى داك نفس اللهطة اللي كانت تربات في حجر الصحي السابق. وحنا شفنا الكوارث كيفاش كانت، وكيفاش الناس تسابقت على الماكله، وكيفاش الناس تسابقت في لي سوبر مارشي، وكيفاش كانت الفوضى العارمه انذاك. فاخبار بحال هذه ما كتزيد الا تربي هذه الفكره وهذه الافكار اللي صراحه سلبيه، وكتزيد تنشر الهلع. لهذا اتمنى يعني انه التواصل يكون هو المبدأ عند المسؤولين مع المواطنين، احترموا شويه الفكر ديال المواطنين ويتواصلوا مع المواطنين، يا اما تكون منصات ديالهم شخصيا رسميه ويقابل واحد السيد ما فيها حتى باس، كتشد 6 مليون ولا 7 انك تلوح واحد 5000 درهم ولا 6000 درهم لواحد صحفي حر كيف كنقولوا، يعني ما عندوش شي قناه تابع ليها او شي جريده تابع ليها، ومن الديباني حتى هو. وفي نفس الوقت انه لا كان شي خبر انه غادي يتصل بك، يعني يكون بينك وبينه اتصال، وغادي ينشر او غادي يكذب الخبر، وطبيعه الحال الناس غادي ينشروه، وما غاديش ينتشر هذا الخبر الكاذب بنفس الطريقه اللي غادي ينتشر بها، وما كاينش خبر مكذب ليه. لهذا نرجو أنكم تاخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، راه ما فيها باس رئيس الحكومة، ما فيها باس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصفحة ديالك تكون نشيطة أو متحركة، يعني ماشي ديرنا غير صفحة من أجل إعلان أخبار كيكونوا الناس وجابوا خبارها، يعني قبل ما تنشرها انت ولا قبل ما ينشر هذا السيد هذا اللي مكلف بها، اللي ربما ما عنده حتى شي درايه بعالم ديال الصحافة والأخبار. تحياتي لكم وأتمنى لكم التوفيق، وعالج الله هذا البلد شعبه ومسؤوليه من أزمة التواصل.